تخيل تصحى وتلاقي نفسك سبايدر مان بس في القاهرة. اليوم الأول بيتر باركر فتح عينه على صوت مدينة عمرها ما بتهدى، كلاكسات، زحمة، حياة. حاول يستخدم الشبكة بس القاهرة قالت له استنى شوية. الشبكة اتعلقت وهو بدأ يفهم إن البطولة هنا ليها قواعد تانية. اليوم التاني الناس شافته بس مش كان منقذ، كان ترند. تعال نصور. وفجأة قابل محمد رمضان قال له انت نمبر كام؟ سبايدر مان بص حواليه وقال بهدوء انا مش رقم، انا مسؤولية. وقبل ما الكلام يكمل الخطر وصل. حرامي وسط الزحمة وبيجري كأنه حافظ الشوارع أكتر منه، يجري وراه بس القاهرة أسرع، يختفي. وهنا سبايدر مان اتعلم أول درس، مش كل معركة بتكسبها بالقوة. اليوم الثالث الاختبار الحقيقي. طفل في نص الطريق والوقت بيجري، كل الأصوات سكتت. قفز وأنقذ الطفل وبص حواليه وقال الجملة اللي بترجعه دايما لنفسه: With great power comes great responsibility. بس المرة دي الجملة كان ليها معنى مختلف. القوة مش بس إنك تنقذ، القوة إنك تفهم المكان اللي أنت فيه. وفجأة بدأ يتحرك بطريقتهم بين العربيات، بين الناس، جزء من الإيقاع. وبعد شهر واحد بس بقى عنده أسرع توصيل في المدينة. الناس الطلب وصل قبل ما نعمل اوردر اصلا. وفي النهايه محمد رمضان قابله تاني، بص له وقال واضح انك فهمت اللعبه. سبايدر مان ابتسم وقال دي مش لعبه، دي مدينه بتتعلم. وفي القاهره حتى الابطال بيتعلموا السرعه.